اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وجبه خفيفه ظريفه اللي هي لابوري. اصلا هي طبقين في طبق واحد، جبتها لكم مع الاجنحه محمرين في لاكوكوت. جبت لهنا قدره وحطيت فيها بطاطا. انا حطيت كيلو بطاطا قطعته بتيدي قطع صغيره، ودرت عليها الملح وشويه فلفل كحل باش تاخذ هذيك البنه هذيك. البطاطا كي نطيبوها في الملح ماهيش راح تجي صامته. ومن بعد رحت جبت مقله ودرت فيها بصله. لهنا ديري حبه بصله متوسطه، قطعتها خفيف رقيقه شويه شويه، وحطيتها في مقله في شويه تاع الزيت وخليتها تتقلى مليح. بعد ما تقلى لي البصله تاعي نروح مباشره نحط عليها هذوك الاجنحه. هذو الاجنحه انا جبتهم وغسلتهم مليح بالخل والماء والملح، ومن بعد تقدري ديري لهم في بلاصه الخل القارص، وشمختهم مليح، ومن بعد بيتهم في الفريجيدير حتى يشربوا هذاك الملح مليح. وجيت ندير بهم هذه لابوري. هذو الاجنحه كي يتملحوا مليح وداويهم مليح وحدهم يجيو طبق، يعني يجيو بنان يسخفوا. لهنا هذو الاجنحه نعطيو لهم حقهم في التقليه. الطبق هذا يحب التقليه مليح مليح، يعني طيبو راح يكون في التقليه. وراح نديرو لهم دوكا شويه تاع الثوم والملح طبعا، ومن بعد ندير لهم غرفه كبيره تاع طماطم تاع الكونسونطري. لابوري هذه حتوجد لك في حوالي ربع ساعه 20 دقيقه لو ماكسيموم. راكي لو طون اللي راكي طيبي في البطاطا راكي تقلي وتخدمي هذه الخدمه هذه، ومن بعد غير ترحي هذيك البطاطا وتسربيها. بعد ما تقلى لي مليح والطماطم ايضا تحب التقليه شويه، نضيف عليها فلفل احمر ونضيف عليها بعض التوابل. انا درت لها توابل دجاج، ودرت لها كما راكم تشوفوا الملح فلفل كحل، درت لها بعض التوابل هذو، وضفت عليهم شويه تاع الكزبر وشويه تاع الزنجبيل. ومن بعد نضيف عليهم نص كيس تاع الماء، وخلي حق ما يتغطاو برك شويه، ونغطيها بمغط ونقص لها النار ونخلي عليهم. كما تعرفوا الدجاج يطيب بالخف، غير نقصوا عليه النار برك، ما يديناش بزاف الماء، نقصوا عليه النار ونخليوه يطيب ليه. لهنا البطاطا تاعي راهي طابت، انا صفيتها في صفايه، قطرت لها هذاك الماء الزايد اكل، ومن بعد جبتها باش نرحيها. تحبي ديريها في البيترا ولا ترحيها بالباتور هذا. انا درت لها نص مغرفه كبيره تاع الزبده، ودرت لها بحبه تاع الفرماج كبيره هذيك، ولا 3-4 قطع تاع الفرماج مثلثات، يعني يبقى اختياري. ومن بعد بديت نرحي فيها نميكسي فيها بالاخر، ونحلوها كي تبدا تسترحى معنا، وحنا نضيفوا عليها الحليب هو اللي راح يخفف هنا. الحليب هنا راهو حسب واش تحبي نتيا، تحبي تخفيها بزاف تحبي تثقليها بزاف. واللي ما عندوش لا باتور تحب ما تستعملي والو، كي تكون سخونه استعملي هذه الاداه اللي نستعملها انا في الشليطه، هذه الثانيه راهي رائعه. وبعد ما نكملها نروح نشوفها في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه. لابوري جات بنينه تسخف، وهذيك لاصوص درتها من الفوقه، وهذوك الاجنحه شوفوا كيف جاو محمرين طايبين زبده. ولاصوص تاع حاجه ثقيله، تعرفوا البصله يثقل لاصوص. وهذه انا حطيت معاها شويه، اللي يحب رافقتها بشويه تاع لاصوص هذه. كما راكم تشوفوا هاي ثقيله وحمرة تهبل، اللي يحب يدير قدامه يدير. ومع قاع كازوز سي بون، شهيتكم في الجنه. جربوها ما كنتش حتندموا عليها، وسهله وسريعه. وايضا البطاطا كي نعودوا نغليو فيها نديروا لها غير فلفل كحل وشويه تاع الملح باش ما تتغيرش الكو تاع البطاطا. هذه بيوري يعني بطاطا مرحيه ماهيش ذوق اخر. ولا صوص ديري واش تحبي. نشكركم على المتابعه وعلى الاجابه تاعكم، ونقول لكم بقاو على خير في وصفه جديده بسيطه سريعه. الى الملتقى ان شاء الله. لا تنسوا الصلاه والسلام على رسول الله.